السادة والسيدات أينما كنتم من الفضائية الوترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. جهود لرفع مشاركة الطلاب في إقليم شمال البحر الأحمر. دعوة للدفع بتوسع لحماية التربة والمياه. تخريج 92 طالبا من كلية اللاهوت. أمريكا تعتذر عن قارة جوية قتل فيها 10 أفغان مدنيين. باريس تستدعي سفيريها في الولايات المتحدة واستراليا للتشاور. غوتيريش يحذر من أن العالم ماض في مسار احترار كارثي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن مكتب وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر وجود برنامج لنقل مختلف المدارس إلى شبه داخلية لرفع نسبة المشاركة في التعليم في المناطق النائية. جاء ذلك في الاجتماع التقييمي الذي عقده مكتب التعليم يوم 16 من سبتمبر الجاري في مدينة مصوى. وأوضح التقرير المقدم في الاجتماع نسبة نجاح الطلاب في المراحل التعليمية الثلاثة في السنة التعليمية الفائتة. وأفاد مسؤول المكتب الأستاذ رشيد محمد عثمان أن الجهود المبذولة لرفع كفاءة وجودة التعليم تحقق نتائج مرضية ويتطلب مشاركة عامة الشعب ومؤسسات الحكومة والجبهة للحفاظ على الإنجازات والدفع بها قدما. من جانبه أوضح المدير العام لقسم تنمية القدرات البشرية والبحوث السيد بيدروس هيلا مريم أن أنشطة تعليمية مرضية قد نفذت بالمقارنة مع تضاريس ومناخ الإقليم. وأوصى الاجتماع لصيانة المدارس ومواصلة تدريب المعلمين وتمهيد الأرضية لتأهيل المعلمين لغة الأم بوفرة. وقالت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في ختام الاجتماع أن العمل جاري لنقل المدارس في مديريتي فرو وقلعلو إلى شبه داخلية لضمان تدريس المواطنين الذين يسيرون حياة الترحال الراوية. دعت وزارة الزراعة للدفع بتوسع في أنشطة حماية التربة وحفظ المياه فرديا وجماعيا لرفع الإنتاج والإنتاجية. وأوضحت الوزارة أن نجاح الأنشطة الزراعية يأتي بحماية التربة وحفظ المياه منادية لتكون أعمال بناء المدرجات والحواجز المائية في الأراضي الزراعية والقرى الزراعية وخاصة المنحدرات والجيوب الجبلية من أولى الأولويات. وأشارت وزارة الزراعة إلى المزارع عن نموذج السيد تخليها بتتيون الذي يقوم بأنشطة فعالة منذ ما يقرب من 50 عاما لحماية التربة وحفظ المياه في مديرية قال نفحي في الإقليم الأوسط. ودعا خبير التنمية الزراعية في إمبيتو السيد زكريا سبحات المزارعين لحزو المزارع النموذجي والعمل لحماية التربة والمياه والاستفادة من موارد محيطهم لرفع الإنتاج. من جانبه أوضح مسؤول لحماية التربة والمياه في وزارة الزراعة المهندس سامرة ولد أملاخ أن أساس الزراعي هو حماية التربة والمياه. وحثت وزارة الزراعة جميع المزارعين للعمل الجاد لحماية التربة وحفظ المياه لدورها في الحياة المستقبلية للإنسان. تخرج 92 طالبا اليوم 18 من سبتمبر من كلية اللاهوت في كنيسة دبرسين الأرثوذكسية. وحضر مراسم التخريج الأول للكلية في اللاهوت العام راعي الكنيسة الأرثوذكسية الوترية الخامس نيافة الأنبا قيرلس الأول والبطاركة وأعضاء المجلس المقدس. وقال مساعد عميد الكلية الأب سيلاس برهانة أن فكرة إقامة الكلية كانت منذ 60 عاما، لكن البداية كانت بعد الاستقلال في عام 2004 وبدأت الدراسة الرسمية قبل 4 سنوات. وقدم نيافة الأنبا قيرلس الأول الشهادات على المتخرجين والجوائز والميداليات للطلاب المتفوقين وقدم وصايا أبوية. وقال الأمين العام للمجلس المقدس نيافة الأنبا لوقاس أن النجاح الذي تحقق بفضل الاستغلال الذي جاء بتضحيات الشهداء. وذكر ممثل الخريجين أن الدراسة التي تلقوها ستسهم كثيرا في حياتهم وخدمة المجتمع متعهدا لتنفيذ وصية الآباء.
إعلان وزارة الصحة: أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم 18 من سبتمبر في مراكز العزل بأسمرة إصابة مواطنين 2 بكوفيد 19، وبهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد 19 في البلاد حتى الآن 6671، شفي منهم 6618 ووفاة 40 مريضا، فيما لا يزال 13 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 18 من سبتمبر 2021. يقوم سكان ضحية كونان وأفراد قوات الدفاع في المنطقة بصيانة طريق بارونتو جرمي شهاتي الذي جرفته السيول. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية بارونتو السيد ولدي يوسوستكي أن أعمال الصيانة تجري بالنافذ يومين في الأسبوع. وقال السكان أن العمل الذي يقومون به حل مؤقت، منادين الجهات المعنية لإيجاد الحل الدائم. سيداتي سادتي، ننتقل إلى فاصل موسيقي من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. قدم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وقائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي اعتذارهما عن الضربة الجوية التي نفذتها واشنطن بالخطأ آخر الشهر الماضي في العاصمة الأفغانية كابول، وأودى بحياة 10 مدنيين، وهي القارة التي كانت تستهدف عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية. وقال قائد القيادة الأمريكية الوسطى أن التحقيقات تشير إلى أن القارة الجوية التي أدت إلى مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال في كابول كانت خطأ كبيرا، وبالتأكيد نتأسف لذلك ونحن نادمون عليه ونتحمل كامل المسؤولية. وأضاف الجنرال ماكنزي أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تبحث دفع تعويضات لذوي المدنيين القتلى. وكان ضباط كبار في الجيش الأمريكي قالوا في الرواية الأولى أن الضربة الجوية التي نفذت في 29 من أغسطس الماضي استهدفت جهاديا من تنظيم الدولة الإسلامية داخل سيارة مفخخة كان يمثل تهديدا وشيكا لمطار كابول. أعرب البيت الأبيض عن أسفه لاستدعاء باريس سفيرها في الولايات المتحدة، لكنه قال أن واشنطن ستعمل على حل هذا الخلاف الدبلوماسي. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعلن سابقا أن بلاده استدعت سفيريها في الولايات المتحدة واستراليا للتشاور بسبب الخطورة الاستثنائية لإعلان الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ولندن وكامبرا، الذي أفضى إلى إلقاء استراليا عقدا ضخما لشراء قواصات من باريس. وكانت وزيرة خارجية استراليا قد عربت عن تفهم بلادها خيبة أمل فرنسا، مؤكدة الرغبة في مواصلة العمل مع باريس. وبدا أن باريس التي وصفت الخطوة الأسترالية بأنها طعنة في الظهر تلوح بأن هذه الخطوة قد تؤثر على محادثات التجارة بالمعنى الأوسع. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أسابيع من محادثات المناخ الشائكة من أن الإخفاق في خفض الانبعاثات العالمية يضع العالم على مسار كارثي سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدر 2 درجة مئوية. فقد كشف تقرير للأمم المتحدة عن وعود 191 دولة بشأن انبعاثات الغازات أنها لن تلبي طموح اتفاقية باريس للمناخ للحد من الاحتباس الحراري الذي يفوق 1.5 درجة مئوية ما قبل العصر الصناعي. وقال غوتيريش في بيان أنه بدلا من ذلك أظهر التقرير أن العالم يسير في طريق كارثي إلى احترار من 2.7 درجة مئوية. وبموجب اتفاقية باريس يجب على كل دولة مراجعة مساهماتها المحددة وطنيا بحلول نهاية عام 2020.
كشفت دراسة حديثة شملت 60 دولة حول العالم عن تنامي حصول الإنسان الآلي الروبوت على الوظائف في البلدان التي تشهد زيادة في معدلات الشيخوخة. وتناولت الدراسة بيانات سكانية وصناعية في 60 بلدا، ووجدت صلة قوية بين استخدام أجهزة الروبوت وشيخوخة القوى العاملة، التي تشير إلى نسبة العمال في سن 56 أو أكثر بالمقارنة مع من هم في الفئة العمرية بين 21 و55. وكشف البحث أن عنصر العمر وحده يمثل 35% من الاختلاف بين البلدان في استخدام أجهزة الروبوت، إذ تبين أن البلدان التي لديها عمال أكبر سنا تستخدم هذه الأجهزة على الأرجح، وبفارق كبير عن غيرها من البلدان حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. ويتفق هذا البحث مع التوجه طويل الأمد في بلدان مثل كوريا الجنوبية وألمانيا، حيث تزيد شيخوخة القوى العاملة على نحو سريع، حيث تعد الدولتان من ضمن البلدان التي تستخدم أجهزة الروبوت بأسرع وتيرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، لكن قبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء فيها. جهود لرفع مشاركة الطلاب في إقليم شمال البحر الأحمر. دعوة للدفع بتوسع لحماية التربة والمياه. تخريج 92 طالبا من كلية اللاهوت. أمريكا تعتذر عن قارة جوية قتل فيها 10 أفغان مدنيين. باريس تستدعي سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور. غوتيريش يحذر من أن العالم ماض في مسار احترار كارثي. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.